السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى الأكلة الشعبية الشتوية، القرنبيط. القرنبيط دي أكلة جميلة جدا، أنا بعشقها. مش قادرة أقول لكم، في ناس عندي بتاكلها وناس لأ، بس اللي هعمله النهاردة إجباري هياكلوه إن شاء الله. معانا القرنبيط ومعانا بطاطس، هنعملها بقى بطريقة برضو كويسة زي القرنبيط، إن شاء الله هتعجبكم جدا وهتاكلوها زي القرنبيط وأكتر كمان. طريقتنا إن شاء الله النهاردة هتكون سهلة، فيها مكونات كلها مغذية وجميلة، ان شاء الله تعجبكم. نشوف مع بعض هنعمل ازاي. اول حاجة معايا القرنبيطة بتاعتنا كده، هنجيبها ونقشرها. اهم حاجة في القرنبيطة بتاعتنا ما تكونش مفرولة، تبقى الورد بتاعها متماسك كده وحلو. القرنبيط قيمته الغذائية عالية، هي والبروكلي. فاحنا بقى هنقطع القرنبيطة بتاعتنا كده بالطريقة دي، ونبدأ بقى نقطع الوردة كده، كل وردة بورقتها كده، هي بتبقى مفصصة نفسيها بنفس الشكل. ونبدأ بقى نقشرها كده الحنوق بتاعتها. طبعا انتوا كلكم شطار ومية مية وعارفين بيتعمل ازاي، بس احنا بنفكر اللي مش عارفين وللبنات الصغيرين. ومنلاقيها كبيرة كده الوردية عشان تقرمش كويس، واحنا بنقليها تبقى كويسة. بنصغر الحجم بتاعها. هنقشرها بنفس الطريقة كده. انا خلصت القرنبيط تقطيع، هيبقى واقف بقى على السلق. هناخد بقى البطاطس نقشرها برضو زي القرنبيط كده، وهنجهزها معانا زي ما جهزنا القرنبيط بالظبط. يبقى اول خطوتين اللي احنا عملناهم ان احنا جهزنا القرنبيط، قشرناه وقطعناه. تاني حاجة هنجيب كام بطاطساية ونقشرهم عشان هنعملهم مع القرنبيط بنفس الطريقة بتاعته. اهم حاجة في البطاطس بقى التقطيعة بتاعتها، لان احنا مش هنسلقها ولا حاجة، فبالتالي هنبقى عايزين نقطعها لا هي تخينة ولا هي رفيعة. يعني ما تبقاش زي الشيبسي، تبقى اتخن من الشيبسي شوية. انا كده خلصت، قشرت البطاطس وغسلتها. هنبدأ بقى في التقطيعة بتاعتها. بص كده، احنا مش هنخليها لا تخينة ولا رفيعة قوي، يعني وسط، لا هي شيبسي اتخن من الشيبسي بشوية كده، اتخن من الشيبسي بشوية. بس بنفس الطريقة دي هنقطعها. هي تقطيعها اصلا سهل كده، طريقتها سهلة ومش بتغلبش يعني. بس هنقطع بقى البطاطسات وتعملي الكمية بقى اللي تناسبك. عايزة بطاطس اكتر، عايزة اقل، عايزة قرنبيط اكتر، عايزة اقل. القرنبيط برضو والقرنبيط ممكن نعمل كمية ونسلقها واحنا بنسلقها. بس لو هنشيله بقى في الفريزر او هنخزنه لو احنا جايبين كمية، هنسلقه ونبقى معانا مية ساقعة. اول ما نطلعه من المية السخنة نحطه في المية الساقعة لو احنا هنفرزه. هقطع بقى البطاطس معايا كده واغسلها ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنحط بقى مية، حلة فيها مية، وهنحط فيها حوالي نص معلقة كمون ومعلقة ملح، ونسيبها على النار تغلي. اول ما تغلي بقى هننزل بالقرنبيط كده. المية بتاعتي غليت، هحطهم كده. نفكر بعض تاني، الملح والكمون. هي صفرة كده بسبب الكمون. الكمون بقى عشان ده قرنبيط طبعا وانتوا عارفين بقى القرنبيط لازم يبقى حاجة كده بتضيع الريحة. الكمون بيضيع ريحته ولو في غازات ولا حاجة، عشان الغازات للناس اللي عندها القولون. هننزل كده بالقرنبيط على وشه على ظهره اي حاجة. بسم الله. هو بيقعد حوالي 10 دقايق كده على النار، وبرضه بنجسه. نحطه على النار ونبتدي بقى كل شوية كده نقوم باصين عليه. بنعرفه من الحتة دي، بنقوم متكين عليها كده. لو لقيناها مستوية يبقى خلاص كده هنشيل. بس هي كده الحلة مش هتاخد غير دول. نغطي عليه لحد المية ما تقلب. هنبص كده ونشوف سلق ولا ايه. زي ما قلنا هنشوفه كده من هنا
لا محتاج شويه، حتى لو لقيتيه سخن ومش عارفه تمسكيه ممكن بالسكينه كده وتعمل له اختبار. لسه شويه كده بقى خلاص استوى معايا. احنا برضو مش عايزينه يتهري، لا كده ما شاء الله استوى. هننشله بقى ونحطه في المصفى نرصه كده. وبقيه الكميه اللي معايا برضو نفس الطريقه هرجع اسلقها على بال بقى ما يتسلق واخرجه اسيبه يهوى شويه. هعمل له بقى الخلطه بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعته ونشوف هنعملها ازاي. نبدا بقى نعمل الخلطه بتاعته. معايا خضره مشكله، شبت وكزبره وبقدونس، ومعانا الطماطم طماطميه واحده هي بس بتسكره وبتديله لون حلو، وفلفلايه بارده وفلفلايه حاره، اللي مش عايز يبقى حراق ما يحطش الحر، و4 فصوص توم. هنيجي بقى في الكبه هننزل بالفلفل او في الخلاط او في اي حاجه تعرفي تفرمي بيها ماشي. وهنيجي بفصوص الثوم برضه هنحطها في الكبه كده ونقطعهم. هننزل بالخضره، طبعا احنا غاسلين الخضره معانا ومظبطينها. هنقطعها عادي كبيره كده كده هتتفرم. هنجيب القطايه ننزل برضو بيها. بصوا احنا هنخدم النهارده القرنبيط وهنخليه في حته تانية خالص. هنغير مفهوم القرنبيط النهارده. شوفوا كده نعمل معانا. لا محتاجين ننعمه شويه ونحط شويه ميه كده. احنا خلاص التتبيله بتاعتنا خلطناها، ريحتها مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه جدا. هنشوف بقى بقيه المكونات معانا. معانا 5 بيضات. عايزه تزودي زودي، عايزه تقللي قللي عادي، ده بس بيعلي القيمه الغذائيه بتاعته وعلى حسب ما بيخلي القرنبيط غني معانا بالفيتامينات. ومعايا كوبايه لبن، ومعايا ملح وبابريكا، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود. دي التوابل بتاعتي. معايا كوبايتين مع كوبايه ونص دقيق زي ما احنا شايفين كده، ومعلقتين نشا. هنقلبهم في بعض وهننزل فيهم في التوابل برضو نقلبهم. زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هننزل بقى بكوبايه اللبن. بسم الله. وهننزل بالبيض بتاعنا. انا حطينا بقى كده كوبايه اللبن، هننزل بالبيض. بسم الله. عايزه تزودي بيض زودي، عايزه تقللي قللي. كل ما بتزودي قيمه الغذائيه، بتقللي عادي ما بيجيبش نتيجه. واللبن برضو نفس النظام. في ناس بتزود ميه بدل اللبن علشان العجينه بتاعتي، لكن احنا بقى بندلع القرنبيط بتاعنا النهارده وهنحط له بيض ولبن. المقصود اكتر ما نوفر ان احنا نخلي الاكله دي غنيه وقيمتها الغذائيه عاليه، لان الناس واخده على فكره عن القرنبيط ان هو حاجه اي كلام. فاحنا عايزين نغير المفهوم ده النهارده مع بعض، لان قيمته الغذائيه العاليه ديت تخلينا ناكله لعيالنا وناكله، وهو له موسم اصلا، هو الموسم بتاعه ده. عايزين نحب القرنبيط ونحببهم فيه ونغير مفهوم عنه. هننزل بقى بالخلطه بتاعتنا. بسم الله.
نبدأ بقى نضرب كل المكونات ديت مع بعضيها لحد ما تبقى العجينة بتاعتنا سلسة ومرنة. عايزة تضربها في الكبة تاني تاخدها لفة كمان ماشي، مفيش خلاص. كده انا حسيت ان الخلطة بتاعتي محتاجة معلقتين دقيق تاني، لان حاساها ان هي سايبة، عايزاها تبقى يعني ايه، لا هي سايبة قوي ولا متماسكة قوي، علشان ما تنزلش من على القرنبيط بتاعي او البطاطس. هنحط معلقتين تاني كده دقيق، لو احتاجت شوية ملح هنحط لها بس، ونبتدي نقلبها كده تبقى معايا الخلطة بتاعت القرنبيط جاهزة وتمام، واقفة معايا كده على القلي. نقلبها وتعالوا بقى على الزيت على النار ونقليه مع بعض ونشوف لونه هيبقى عامل ازاي. إيه صح، احنا نسينا حاجة، هنحط معلقة كاري او كركم. بصوا بقى يا حبايبي، اي حاجة مقلية بيتحط لها الكاري، ليه؟ بيديها لون ذهبي وجميل. يعني مثلا ما نيجي نقلي السمك هنحط له بس نص معلقة، بحيث ان هو بيديله لون الذهبي الجميل بتاعنا. دي خطوة مهمة جدا لأي حاجة مقلية، سواء قرنبيط، سمك، بانيه، الحاجات دي. وممكن نحط معانا نص معلقة بيكنج باودر. هتقولي يا رشا انت هتعملي لنا كيكة بيكنج باودر ولبن وبيض؟ اللبن والبيض ديت قيمة غذائية وأساسية معانا. البيكنج باودر دوت بيخلي العجينة بتاعتي هشة ونافشة وجميلة، عشان الكفر بتاع القرنبيط يبقى طعمه يعني كده كريسبي ومش مكتومة، تحسيها كده ان هي نافشة سوري. بس كده معايا القوام بتاعي، شايفين كده ما شاء الله، كده عايزينه كده. يلا بينا على النار نشوف هنعمل ايه. نارنا كده متوسطة عشان يستوي كويس. لازم نعمل الحاجة كده بإتقان علشان تطلع حلوة. كل واحدة شاطرة في بيتها وشاطرة بالطريقة اللي تريحها. يعني انا ممكن اعمله بنفس الطريقة وانت تعملي تطلع احسن مني، انا اطلع احسن. كل ما بتحبي الحاجة اللي بتعمليها يعني مش شرط الحاجة المادية، ممكن اكلة القرنبيط ديت تبقى احسن من الفراخ ومغذية جدا. في ناس بقى بنفس الطريقة دي تعمل القرنبيط، اللي هم الناس بتوع الدايت اللي مش عايزين يقلوا في الزيت، بنفس الطريقة يقطعوا القرنبيط قطع صغيرة وبالعجينة دي ويحطوها عليه ويدخلوها الفرن، برضو بتبقى طعمها لذيذ وحلو. بس انا بصراحة بحب المقلي. طبعا القرنبيط بتاعنا بيبقى مستوي كويس، يا دوب بس ايه بياخد الكفر، ما بنعتمدش على السوا في الحاجات دي حاجة بنقليها وبنقلي الكفر، بنعمله الكفر بتاعه، لكن كسوا احنا مسوينه كويس. اول ما يبتدي ياخد اللون الذهبي بتاعنا دوت الحلو ده، نبدا بقى نطلعه من الزيت. عايزه تسيبيه شويه يحمر عن كده ماشي، لكن انا شايفه ان اللون دوت نصفيه كده من الزيت ونطلعه. ايه رايكم في اللون ده؟ اللون ده حلو قوي. هنطلعه بقى في طبق على منديل مطبخ ونبص. شفتوا بقى سهوله اكتر من كده اهو، جميل جدا. سلام بقى اما نعمل طبق بقى سلطه بلدي معاه مع ليمون مخلل، هنعمل دلوقتي مع بعض كل حاجه. شايفين بقى الجمال واللون الذهبي بتاعنا التحفه. بصوا انا هخليكم ما تحبوا القرنبيط من هنا ورايح. طريقتنا سهله وبسيطه ومفيهاش اي حاجه. انا بقى اتمنى منكم بقى تقوموا تعملوا القرنبيط ده وتجربوه وتقولوا لي بقى ايه رايكم. النهارده انا بتحدى اولادي ان هم هياكلوا القرنبيط وهيحبوه. نعلي النار شويه.
نيجي بقى للبطاطس بتاعتنا اللي احنا مقشرينها ومقطعينها وكنا حاطينها في ميه بملح على بال ما نخلص القرنبيط الرفيعه. شايفين سمكها؟ هنيجي بقى فيها بنفس العجينه بتاعتنا بتاعه القرنبيط، وهناخدها من غير سلق ولا اي حاجه، هنحطها في نفس التتبيله وهنعملها بطاطس بانيه. هننزل بقى في الزيت معانا زيها زي القرنبيط بالظبط. الخطوه بتاعه البطاطس دي خطوه جميله جدا وهتعجبكم قوي، بتبقى مستويه، بس اهم حاجه ترفعيها. متاخدش اي صعوبه ولا اي وقت ولا مجهود، بنزل واحده واحده عشان ما تتوهش معايا في العجينه كده. انزل بيها واحده واحده كده في العجينه واحطها من العجين للدقيق على طول للزيت على طول، ما بحطهاش كلها في العجينه، بس بالطريقه دي. نوطي النار عليها عشان تستوي شويه معانا. شايفين بتبقى قبه وجميله ازاي؟ عامله كفر 10/10. تحسها زي العيش المخبوز المنفوخ كده. معلقه البيكنج باودر بتديله هشاشه وتحسيها كده بخفيه في العجينه، مش اللي هي العجينه التقيله. بصوا بيبقى حاجات صغيره وتكات صغيره بس بتديكي نتيجه هايله. زي مثلا معلقه الكركم دي بتديكي اي حاجه مقليه، بتديكي ليها اللون الذهبي الجميل ده. سمك بقى، بانيه، بطاطس، قرنبيط، اي حاجه بتبقى مقليه اديها معلقه كاري او كركم. بعد ما اخدت اللون معايا الجميل ده كده هبتدي بقى اشيلها واعمل بقى بنفس الطريقه. اقلي بقى قرنبيط تاني، اقلي بطاطس تاني زي ما انا احبه، زي ما الكميه اللي انا عايزاها. بس انا عايزاها اللون الذهبي الفاتح ده كده. انا خلصت معايا الاكل بتاعي النهارده. ايه رايكم بقى في الطبق الجميل ده؟ عملنا سلطه بلدي، وده البطاطس، وده القرنبيط حلو قوي وجميل مع شويه بقى الليمون. فاكرين الليمون المخلل المعصفر اللي كنا عاملينه؟ هو ده بقى ليمونتين بقى كده يبقوا تمام التمام. ان عجبكم بقى الفيديو ما تنساش في الاشتراك. شايفين البطاطس؟ احسن تقولوا مش مستويه ولا حاجه، بطاطس مستويه وجميله اهي، ولا حمرناها ولا سلقناها ولا اي حاجه، بطاطس مستويه تمام. شايفين الكفر بتاعها حلوه قوي، هتعجبكم اول بطاطس. انتوا ممكن تعملوها حتى من غير قرنبيط ولا من غير اي حاجه. حتى القرنبيط معانا تحفه، اليته ذهبيه، حجمه جميل. عايزه تكبري تصغري زي ما عملنا كده مع بعض، طعمه حلو جدا، هيعجبكم قوي. العجينه بتاعته شايفين من جوه مستويه ازاي، طعمه حلو حلو يعني. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل الجرس والكومنتات بتاعتكم الجميله. بحبكم في الله. في فيديو جديد اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.